طيب ليه انا برد هنا في فيديو وما ردتش على المنشورات بتاعه؟ لان هو نشر المنشور، انا علقت تعليق واحد صغير ولسه هكمل وانشر بعض الادله ان هو قال الكلام ده وان هو اشترى من الحمام ولاد الحمام اللي بالختم. فطبعا عمل لي حظر فما عرفتش ارد على المنشور بتاعه على الفيسبوك، فمفيش قدامي غير اني انشر فيديو هنا للتحذير، وبرضه هو يشوفه ويعرف الردود اللي عندي ويعرف ان عندي الادله كتير. انتوا عارفين انا راجل كبير ما ينفعش اتكلم في موضوع وما معيش اي ادله، انا معايا الادله كتير لكن انا بنشر لك دليل واحد او يعني حاجه من كلامك انت، مش هندخل اطراف تانية. احنا بننشر ردودك انت على الناس اللي تاكد ان انت بتبيع لهم الحمام على انه من حمام ولاد الانتاج بتاع الشركه الفرنسيه، اللي هو الحمام الاصلي اللي بالختم الشركه، او من ولاده او من احفاده، ان انت بتقول جيل. ولما اتكلمنا هنا قال لك ماليش في اليوتيوب، امال سارق الفيديوهات من القناه ازاي؟ هتلاقي الفيديوهات تحت، واهم شيء ان انت تشوف الفيديو اللي احنا بنتكلم عنه، اللي احنا قلنا حذرنا من العلامه دي فيه. وطبعا انا طمست اسمه، ما كانش باين، ما كان الاسم بتاعه كان مختفي، اخفيت اسمه خالص، عملت اللي عليا وخفيت اسمه. لما حد قال لي من احد المتابعين ان اسمه باين، انا حذفت الفيديو وطمست اسمه حرصا على الراجل وعلى سمعته. بس هو اللي اتكلم في الموضوع، هو اللي عرف ان الكلام عليه، يعني هو لو كان سكت ما كانش حد عارف ان الكلام عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، ازيكم، وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. لما عملت فيديو، الفيديو اللي قبل اللي فات، اللي هو كنا بنتكلم عن ختم الحمام اللحم. طبعا احنا كنا عاملينه فيديو تحذير من العلامة، سواء الشخص اللي هو خد الكلام على نفسه، هو فعلا الصورة كانت متاخدة من عنده، حد كان قال لي الراجل ده حاطط علامة في الجناح، فاحنا خفنا الناس يختلط بيهم الامر ويفتكروا ان هي دي ختم الشركة الفرنسية. لكن هو طبعا كاتب اسمه عليها بالعربي، لكن طبعا المبتدئين في الحمام اللحم هيختلط بهم الامر. وبما انه هو شخصيا عرف ختم الشركة الفرنسية من القناة بتاعتنا، اول حد نشر ختم الشركة الفرنسية وعرفنا الناس ايه العلامة وايه الختم عشان محدش يختلط بالامر. العلامة اللي هي العلامة الصفراء دي مش الختم، دي ملهاش اي كرامة. والختم اللي هو مخفي تحت الجناح اللي هو هتشوف دلوقتي ده اللي هو كل حاجة في الختم ده اهم شيء، ده مش موجود في مصر للأمانة إلا إذا كان عندي كم شخص كده. فطبعا هو صاحبنا اللي الناس بتدافع عنه قالت ان هو بيميز حمامه. طيب انا عايزك تشوف الفيديو اللي فات قبل كده، عملنا تحذير ان العلامة دي مش هي الختمة يا جماعة. ده للناس المبتدئين والناس اللي بيتابعونا، الناس اللي بيدوروا على الحمامة اللي بالختم، والناس اللي بتدور على الحمامة اللي بالختم. اقول لكم المرة يعني قلتها كتير، الختم، الحمام اللي بالختم لما تحب تجيب جوز من بره هتجيبه دلوقتي ب20,000 جنيه او يمكن اكتر. فطبعا محدش هيجيبه. اللي كان جايب حوالي 3-4 أسوس كان جايبهم من زمان، ايامها كان لسه طبعا جايبهم من الكويت، الدينار كان لسه يعني ايه ما شدش قوي، فيعني كان ممكن. لكن دلوقتي اظن صعب قوي ان حد يدفع المبالغ دي 20,000 او اكتر من 20,000. نرجع لموضوعنا. هو زعل ان انا اخد من عنده صورة وانا عملت الفيديو التحذير، فهو اتهمني ان انا بعمل فيديو على اليوتيوب عشان هو ملوش في اليوتيوب. طيب يا اخي، انت اخد فيديوهين من عندي متصورين في الكويت، الفيديوهين الاثنين عند اخونا حسين اللي هو الكويت طبعا، اللي هو عنده الحمام بالختم، متصورناهم هناك. انت اخدهم من عندي ونشرهم عندك على الفيسبوك عندك، عشان تروج ان الحمام اللي عندك من الحمام ده او من انتاجه جيل اول، اللي هو بيدافع عن نفسه وبيقول انا ما قلتش للناس ان هو من ولاد الحمام المختوم. لكن ده الدليل دلوقتي اهو، هنشره لك دلوقتي هنا، ان هو قال للناس ان هو حمام جيل من ولاد الشركة الفرنسية، من حمام اولاد الشركة الفرنسية او جيل تاني او جيل اول، مش هتفرق معانا، وان هو شاري الحمام ده من الاستاذ احمد بركات. وطبعا الاستاذ احمد بركات نفى ان هو باع من الحمام ده، سواء الحمام اللي بالختم ما باعوش، ولا من ابنائه باعوا، ولا من احفاده كمان. لان انا اللي بايع للاستاذ احمد حمامه في الفيديوهات، انا صورت له الحمام وبعت له الحمام على القناه هنا اللي انتوا شفتوه، وانتوا ما عرفتوش الختم ده او هو نفس الشخص الا في القناه دي.
يبقى احنا من واجبنا ان احنا نحذر زي ما عرفنا الناس يعني ايه الختم، برضو من واجبنا ان احنا نحذر الناس ونعرفهم ايه الختم وايه اللي مش الختم. لما شفنا ان انت يعني احنا ما عملناش الفيديو التحذير الا معرفنا ان المستورد بتاع العلامة ديت هي علامة نميز برضو ان دي العلامة غير الختم. العلامة دي هتنتشر في مصر الفترة اللي جاية كتير جدا، ناس كتير هتركبها ومن حق كل واحد يركبها، لكن ما مش من حق اي واحد ان هو يقول ان الحمامة دي ولاد الحمام اللي من الشركة الفرنسية او ان هو جايبها من فلان ومن علان. يعني مش عايزك تقول انت جايب بقى من فلان بيع. كون ان انت في بعض منشوراتك بتقول او في التعليقات بتقول ان جوز الزغاليل بيوصل عندك ل 1300، اقل حاجه عندك 1300 و1500 و1700. الكلام ده على الجميع، يعني اللي يقول لك كده يعني ايه، قول له الحمام ده مش لاحم. اللي يقول لك بوصل عندي 1700 اعرف ان هو مهجن. مش عيب ان انت تهجن. فانت وصلت بالحمامه او بالجوز الزغاليل ل 1700 جرام، ده شيء جميل جدا. سمي الحمامه باسمك، سمي الزغاليل دي او الصنف ده باسم فلان. يعني ايه، سمي الزغاليل دي باسم فلانه، باسمك انت. ما تقولش عليها لاحم فرنسي بيور، اولاد الختم، اولاد الحمام بختم الشركه الفرنسيه اللي انت شاريه من فلان وانت ما اشتريتش من فلان حاجه، لان احنا عارفين الحمام ده الحمام الاصلي فين واتباع لمين وموجود فين دلوقتي، اللي هم 4 أصوص تقريبا دلوقتي. طيب حد دلوقتي هيقول لي طيب هو وصل بوزن 1700 يبقى هو كده احسن من الشركه الفرنسيه؟ لا، ما اقول لك برضو الناس اللي هي برضو مش عارفه الفكره في ايه. الفكره في ايه بقى؟ ان الشركه الفرنسيه لما اشتغلت على الحمامه اللحم اشتغلت على بروز حجم الصدر، بروز الصدر على العظمه اللي في النص. هتلاقي العظمه اللي في النص مختفيه، دي في السلاله اللي هي بختم الشركه الفرنسيه، اللي هي هتشوف صورتها دلوقتي الزغلول وهو متنضف كده مذبوح بيبقى عامل ازاي. الشركه لما اشتغلت على الحمام اللاحم عشان تطلع دي ما طلعتش الوزن ده. وهسيب لك الصوره بتاعت الشركه الفرنسيه نفسها، شوف انت الاوزان، وقف كده الفيديو وشوف الصوره دي. شوف الصوره دي دلوقتي اللي هسيبها لك هنا، ترجم او مش مهم الترجم، هتشوف الارقام، اقرا الارقام اللي فيها ما وصلتش ل 1700. يبقى انت حمامتك وصلت اكتر من حمام الشركه الفرنسيه، تمام، خير وبركه يا رب. احنا نتمنى والله الناس كلها توصل باوزان اكتر من الشركه الفرنسيه ما وصلت، لكن زي ما قلت لك مش هتوصل لبروز عضله الصدر عن العظمه. دي حاجه. كون ان انت حاطط صوره، ما اعرفش انت جايب الصوره دي من صوره زغلول الصدر بتاعه بارز. احنا نشرنا صور كتير والصور على النت كتير، واللي عايز يجيب صورة ويلعب فيها ويعملها موجودة، لكن دي ميزة مش موجودة في الحمام اللي عندي ولا اللي عندنا كلنا في مصر. ده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي عندنا كلنا في مصر مفيش فيه الميزة اللي هي بروز عضلة الصدر دي. احنا ممكن يكون عندنا صدره كويس بس مش لدرجة ان العظمة مختفية. ده اللي الشركة اشتغلت عليه. واشتغلت عليه ايه كمان؟ لما كلمنا المهندس محمد بحيري اللي هو يعني علامة في الدواجن وفي الحمام اللاحم، واللي هو راسل الشركة الفرنسية بنفسه، قال لنا ايه؟ ان الشركة قالت له وبعتت له الكتالوجات ان هي الشركة بتأكل ببروتين بس 14%، وبيوصل معاهم الاوزان اللي هي في الصورة اللي موجودة دلوقتي عند حضرتك دي. لكن الاهم من الوزن عندهم الوزن العالي، مش وزن عالي وبس، يعني هم ما وصلوش بال 1700 دي، لكن بروز عضلة الصدر وحاجة كمان اللي هي التحويل. يعني انت مثلا ايه في الفراخ البيضة، هو ضرب لي مثل بالفراخ البيضة. الفراخ البيضة اما تأكل 3 كيلو علف بيعطوك 2 كيلو ونص لحم، تمام؟ هو ده التحويل، معامل التحويل دي انا بقسمها لجزئين، اللي هي سرعة التحويل، يعني ان هو يوصل لوزن عالي بسرعه زي الفراخ البيضه كده اللي هي عمرها ما بيبقى 35 40 يوم بالكتير وبتتذبح. كذلك هم لما اشتغلوا مع الحمام اللاحم اشتغلوا على الحته دي، ان هو بسرعه الزغلول يكبر وفي نفس الوقت نسبه التصافي بتاعته تكون اعلى. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش فيه عظم كتير، وانت اللي كان الحمام اللاحم عارف ان العظم بتاع الحمام اللاحم صغير شويه، وطبعا طعمه اجمل من الحمام التاني مثلا لو قارنا بالانواع التانية مثلا. طب ما انت فيها حمام تاني اتقل، يعني انت ممكن تهجن حمام كينج على حمام لاحم وتطلع وزن اتقل من الحمام اللي الشركه الفرنسيه عملته، بس هل كده بقى حمام لاحم؟ لا، ده انت كده بعدت عن مواصفات الحمام اللاحم. لان اول شيء بروز عضله الصدر
سرعة التحويل او اللي هي معامل التحويل التانية، معامل التحويل اللي انا قسمتها 2. تمام. غير ان هو طبعا المزايا اللي احنا عارفينها كلنا، السرعة في الانتاج. تمام. الطعم الشهي اللي احنا بتكلم عنه دي حاجة ميزة. لكن اهم شيء انت في الموضوع ده كله اللي هي بروز عضلة الصدر، اللي هي مش موجودة عندنا كلنا. بس كده. وانا واحد منكم، انا مش بقول لك انا عندي احسن حمامة، مش موجودة عندي، ودور عليها في الحمام اللي في مصر كله مش هتلاقيها. هل معنى كده ان احنا نرمي حمامنا زي ما قلنا مع المهندس محمد بحاري اتكلمنا كده؟ قال لك لا. انت هتعمل ايه؟ انت عندك قطيع، اختار منه اعلى عضلة صدر واتساع عضلة الصدر. انت مش هتلاقي العظمة المختفية في عضلة الصدر، فحاول ان انت تجيب الصدر العريض، مش الضيق كده، العريض كده. خلاص. اللي ما يبقى كده او كل ما عرض كده الصدر، خلاص اختار انت دي. كل ما العظمة اختفت، اختار القص اللي زي ده واشتغل عليه، حافظ عليه. حافظ عليه، انتج منه، اعمل سلالتك منه. لان السلالة اللي عندنا هي لاحم، لكنها زي ما قلت لك من اكتر من 20 سنة قبل كده ان هي شغالة. صاحبنا تاني اللي في المحافظة التانية زي ما قلت لك بيبيع جوز الزغاليل بيوصل ل 700، يعني الناس اللي سألوه قال ب 700 ل 750. طبعا هو الفيديو ده يا رب ان هو يشوفه، احنا مش هنذكر اسمه خالص المرة دي ولا هنذكر محافظته، هو ممكن يعرف نفسه، يقول ب 700 750. ويا رب ما يعملش برضو ان احنا يعني ايه بنشوشر عليه او بنعمل له دعايه ولا حاجه. احنا نتمنى ان هو لو عنده دليل ان هو كان عنده حمام بختم الشركه الفرنسيه، اظن اللي جايب قص زي ده لابد ان هو يصوره، حتى لو هو مات منه، او على الاقل هيصور الختم في عنده، حتى لو ماتهم هيخلع منها الختم كده، يبقى الختم عنده دليل ان هو كان عنده الحمام ده. تمام كده. فانت ما تدفعش في اي قص زغاليل اكتر من 200 ل 250 لو مستواه كويس قوي. ده بنقول للناس اللي بيتابعونا اللي بيدوروا على الحمام اللي بالختم، الا اذا صاحب الحمام اللي قال لك انه عنده الاهالي المختومه او اللي هي جايه من الكويت او جايه من فرنسا بختم الشركه، يصور لك الختم الاخضر اللي مكتوب عليه يورو بيجون، اللي مخفي تحت جناح الحمامه، لان في علامتين، حتى لو العلامه الصفراء مش موجوده اللي هي الخارجه زي بتاع الحلق بتاع المعيز ده، فما لهاش علاقه. المهم يكون الختم اللي مدفون تحت او متغطي تحت الريش بتاع الجناح ده موجود، يبقى هو ده اللي تدفع فيه. ادفع فيه اي فلوس، لو حتى الزغلول ب 1000 جنيه انا بقول لك ادفعها، لكن اللي غير كده ما تصدقش ان هو كان عنده حمام بختم الشركه الفرنسيه. فاخينا طبعا التاني اللي احنا كنا زعلان ان انا اتكلمت وحذرت من العلامه الصفراء، كان المقصود ان هو مش هو بالتحديد اللي احنا نحذر منه، كان المقصود اي حد هيركب العلامه ديت ان الناس ما تنخدعش في العلامه الصفراء. العلامه دي مش الختم، العلامه دي ممكن اي حد يركبها، انت تركبها، كلنا نركبها، انت حر. لكن لازم لما تبيع منها تعرف الناس ان مش ده الحمام اللي جاي من الشركه الفرنسيه نفسها. وكمان الوزن اللي انت بتتكلم عنه اللي هو 1700 جرام واللي وصل ل 1700 جرام، طبعا بقول لك ان ده مش حمام فرنساوي خالص، ان ده حمام انت مهجنه، وده حاجه مش وحشه. لكن لازم المشتري يعرف ان ده حمام مش الحمام اللاحم الفرنسي البيور، ده ممكن متهجن على كنج، على مودينا، متهجن على اي حاجه، على رومي، على روماني، مش ما يعنيناش في شيء. حمامتك كويسه وربنا يبارك في الحمام اللي عندك، لكن مش حمام فرنسي بيور. لازم اللي ياخده يكون عارف الكلام ده كله، مش هيعطيه نفس النتائج اللي هو متوقعها. ده اللي انت لازم تعرفه وانت بتشتري. اللي احنا بنقول كده لان الناس اللي عرفت الختم عرفوه من القناة دي، وبرضه ما هنحذر من اللي هينصب على هذا الاساس، نحذر منه، واللي هيشتري برضه نحذره ان انت ما تشتري الحمامة اشتريها عرفناك ايه الختم وايه اللي مش ختم، تبقى عارف بالظبط الكلام ده. يا رب احنا نتمنى والله ان الناس تجيب من الشركة الفرنسية نفسها، وان الحمام ده ينتشر في مصر كله، وان احنا نحسن من حمامنا. ايه المانع ان احنا نتخلص من حمامنا ده ونجيب من السلالة، لو انت عندك او عند غيرك من اللي هو بختم الشركة الفرنسية دي، نجيب نبدأ بقص، والقص يبقى 2 وبعد كده يشتغل. هو لو عنده السرعة في الانتاج هتنتج منه بسرعة. طيب حد هيقول ان انت ما عندكش دليل تاني؟ لا والله عندي السكرينات كتير، لكن مش عايز ادخل اطراف كتير في الموضوع. اللي مش مصدق الكلام وان احنا معانا ادلة كتير ان هو ما عندوش الحمام ده، يكلمني واتس، انا ابعت له محادثات كانت بيني وبين الناس اللي هي بيقول ان هو اشترى منهم،
مش هنذكر اسامي طبعا. هو بيقول جاب الحمام ده من فلان الفلاني، احنا عارفينه واتكلمنا معاه، قال انا ما بعتلوش حمام ولا بعت من ولاد الحمام لاي حد، لا له ولا لغيره. عشان هو برضه ممكن يقول لك ايه، لا اصل هو باعه لحد تاني وانا الحد التاني ده انا اشتريته منه بدلته بحمام ما اعرفش ايه، مش موضوعنا. لكن هو ما باعش الحمام ده، الحمام اللي باعه الاستاذ احمد باعه للناس كلها، وانا اشتريت منه بنفس الاسعار العاديه خالص. انا خدت من الحمام اللي هو باعه الحمام العادي بتاعنا، لكن انا ما جيتش في يوم قلت لك ان انا جبت من حمام ولاد الحمام بتاع الحمام المختوم، لا، ولا جيل الاول ولا الجيل الثاني ولا الكلام ده كله. انا اشتريت من الحمام اللي هو موجود عند الناس كلها. ممكن تكون حمامه كويسه بس مش اللي هي بالختم او ولاد اللي بالختم، لا، هو ما بعناش الحمام ده. الاستاذ احمد ما باعش الحمام ده خالص، ولا باع من ولاده ولا ولاد ولاده كمان. عشان ما تقولش ان انت جبته من حد تاني، هو باعه لحد والحد التاني اداهولك، لا، ما حصلش الكلام ده. طيب ليه انا برد هنا في فيديو وما ردتش على المنشورات بتاعه؟ لان هو نشر المنشور، انا علقت تعليق واحد صغير ولسه هكمل وانشر بعض الادله ان هو قال الكلام ده وان هو اشترى من الحمام ولاد الحمام اللي بالختم. فطبعا عمل لي حظر، فما عرفتش ارد على المنشور بتاعه على الفيسبوك، فما فيش قدامي غير اني انشر فيديو هنا للتحذير، وبرضه هو يشوفه ويعرف الردود اللي عندي ويعرف ان عندي الادله كتير. انتوا عارفين انا راجل كبير، ما ينفعش اتكلم في موضوع وما معيش اي ادله. انا معايا الادله كتير، لكن انا بنشر لك دليل واحد او يعني حاجه من كلامك انت، مش هندخل اطراف تانية. احنا بننشر ردودك انت على الناس اللي تاكد ان انت بتبيع لهم الحمام على انه من حمام ولاد الانتاج بتاع الشركه الفرنسيه، اللي هو الحمام الاصلي اللي بالختم الشركه، او من ولاده او من احفاده، ان انت بتقول جيل. حتى لما سالنا الاستاذ احمد قال ان هو ما باعش، عندي الحاجات دي موجوده، ان هو ما باعش لك حمام من حمام الشركه الفرنسيه ولا باعه لحد تاني. سالناه ولا من انتاجه، قال ولا من عياله، بنفس اللفظ كده، ولا من عياله. خلاص منتهيه، ولا من عياله. سالنا الاستاذ احمد تعرف حد جاب حمام بالختم؟ قال لا خالص، مفيش اصلا، مفيش حد جاب حمام بالختم اصلا من اساسه. وده طبعا لصعوبة استيراد الحمام. طبعا كلنا عارفين وثمنه العالي قوي، ان هو دلوقتي هيعدي ل 20,000 جنيه عشان تجيب قسم اللي هو بختم الشركة ده. طبعا الناس اللي جابت من الكويت، الناس اللي جابت حمام من الكويت برضو مش من اللي بالختم، يعني زي ما بقول لك كده، اللي جابوا حمام في الكويت. وانا طبعا برضو اللي عرفتهم هنا في القناة دي باللي بيبيع في الكويت، وعرضنا مساعدة الناس. مفيش حد منهم جاب حمام مني بختم الشركة الفرنسية، لانه هيبقى غالي جدا، واحنا عرفنا ان هم خدهم من حمام العادي برضو بتاع الكويت، اللي هو جيل ما نعرفش كام، يعني بعيد برضو، ولا من ولاده ولا من احفاده اللي جابهم من الكويت يعني. تمام كده. نتمنى بس ان هو الاستاذ ده ما يطلعش تاني يعمل منشور ويقول ان احنا بنهاجمه. احنا بنقول له يا رب بالتوفيق، ربنا يوفقك وانت عندك حمامة كويسة، لكن هي ما تقولش عليها لاحم ولا تقولش عليها من انتاج الحمام بتاع الشركة الفرنسية. هي حمامة تهجين لاحم على كنج ماشي، قول لاحم على حاجة تانية ماشي، سمي يا رب الحمامة دي باسمك. ممكن تبقى تاخد سمعة جيدة جدا ان انت وصلت الحكاية دي، وده شيء كويس قوي، مش حاجة وحشة. لكن ما تقولش لاحم ولاد الحمام الشركة الفرنسية، دي ما تنفعش تقولها للأسباب اللي احنا قلناها قبل كده. طب هيطلع برضو حد يقول لي ما كلها حمام الذبيح، انت عامل كل ده ليه؟ ما هي كلها حمام الذبيح، بس انت لما تلاقي حد بيقول لك جوز الزغاليل ب 750، ما طب ما تقول له هو انا بقول لك يا حمام الذبيح جوز الزغاليل من 200، وهو مستوى عالي قوي يبقى ب 250 جنيه، يعني بنتكلم في السعر الحالي دلوقتي. هو جوز الزغاليل مستوى عالي قوي، حجم كده اللي هو الحمام بتاعنا، لو طلع جوز زغاليل محترم كده 250 حلو قوي فيه. يعني انا في اقل من 200 كمان، وفي انا بقول لك المتوسط 200، العالي بتاعه 250. انما ما تسمع 500 وتسمع 750، ده حمام ايه؟ ما اعرفش يعني هو كل ده على اساس ان هو ابن الحمام المختوم. لا يا جماعه، مش ابن الحمام المختوم ولا حاجه، وبلاش يضحك عليك. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.